السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أمام مسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية في مهرجان تفيت السكر اليوم بعنوان أطفال فوق العادة. معنا منظمة المهرجان الشاعرة الكبيرة أستاذة دعاء محمد، المنظمة للمهرجان الجديد دوت الأستاذ أحمد مرسي، والشاعرة الكبيرة الأستاذة هدى عمار. حضرتك تعرفنا بنفسك الأول كده؟ أنا دعاء محمد إسماعيل، مسؤول التنظيم بمهرجان تفيت السكر والفنون فوق العادة للشاعر الكبير أحمد مرسي، والمستشار الثقافي وتنمية المصري المصرية، ورئيس لجنة الفن والإبداع بمؤسسة عزيمات مصر الوطن العربي والتنمية المستدامة. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. طب أنت حضرتك عنوان الحفلة بتاعت النهارده ومهرجان النهارده بعنوان إيه؟ أحمد مرسي بمسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية. طيب اخترتوا يعني العنوان ده ليه؟ ده بروجكت بيقدمه مجموعة من الأطفال بتتمثل عن كلمات بسيطة للشاعر أحمد مرسي، بيقدموا مجموعة من الأطفال وفي مجموعة متنوعة، فقرات متنوعة إن شاء الله. في نهاية اللقاء بنشكر الشاعرة الكبيرة منظمة المهرجان الأستاذة دعاء محمد على هذا اللقاء الجميل يعني رغم انشغالها. في نهاية اللقاء بنشكرها من أمام مسرح الهناجر. كان معكم دكتور مجدي الناظر، جريدة بوابة عاجل مصر وراديو صوت الدين. شكرا لحضرتك.